مساء الخير، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم عربية الترمس الجميلة دي. رمز من رموز رمضان. ربنا يا رب يتقبل منكم الصيام والقيام ويبلغنا رمضان. حاولوا الحاجات دي تشاركوا بيها أطفالكم في عمايلها، بتعمل بهجة ومتعة جدا للأطفال وبتضيف لهم فرحة جميلة قوي بيفرحوا بيها. كمان الحاجات دي لما بتتعمل في البيت بتبقى من حاجات بسيطة احسن ما تشتريها، فهتفرحي بيها انتي واطفالك. عملتها من الكرتون عادية. كانت عندي علبة موبايل فاضية، وعندي علبة زي ما انتم شايفين علبة سيكم. انت لو عندك اي علبة على شكل مربع هتستخدميها. العلبة دي عملتها زي غلاف زي ما انتم شايفين كده، اللي هي فتحتها بحيث ان انا شلت الكفر بتاعها بس، وشلت اي زوايد بحيث ان انا لما يبقى اجي اغلفها يكون شكلها حلو، يعني ما يكونش فيه زوايد تمنع التغليف. بعد كده جبت اول حاجة القاعدة اللي هي هتكون علبة السيكم، وبقول لكم ليه تكون علبه مقفوله، بحيث ان انا لما اغلفها او ان هي تبقى مقفوله هتبقى ماسكه نفسها، مش محتاج ان انا اقومها بكرتون اكتر يعني. غلفتها من الاربع جوانب بقماش الخياميه. قماش الخياميه مش هتحتاجي منه كتير في المشروع اللي هنعملوه النهارده او في التغليف. اي قطعه موجوده عندك هتمشي على حسب حجم الكرتونه اللي هتعملي بيها. فانت لو عندك مثلا قماش متفضل من السنه اللي فاتت ماشي، ما عندكيش ممكن تجيبي ربع قماش خياميه او نص، عادي جدا يعني ربع متر او نص متر، ورخيص جدا، مش هيكلفك كتير. فانت بمكونات عندك في البيت باذن الله هتعمليها وهتتبسطي بيها جدا جدا جدا، وهتفرح اولادك، وهتكون ديكور رائع جدا في رمضان. المهم قعدنا بقى نغلفها من كل الجوانب، وحاولي طبعا وانتي بتغلفيها انك تغلفيها كويس بحيث ان دي الاساس بتاعك، فاحنا لما هنغلف نحط عليها الحاجه تبقى ثابته. يعني الحته اللي فوق دي هتتدارى، فمش لازم ان انتي تداري فيها حاجه، المهم ان انتي تثبتي من الاربع جوانب كويس زي ما احنا شايفين في الفيديو كده. خلاص احنا ثبتناها. هنجيب بقى علبة الموبايل زي ما قلت لكم، وهنحطها. يعني يا دوب انا هغلف الجوانب بس، مش لازم كمان من تحت، بس انا هعملها من تحت بحيث ان هي لو اتقلبت او اي حاجة بحيث تبقى زي الجاهزة بالظبط، يعني يبقى صارفين بقى ومكلفين يا جماعة. عادي يعني بقى، كل سنة وانتم طيبين وكده. انا طبعا بتكلم معاكم عادي بدون تكليف. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، واتمنى تشتركوا في القناه، تابعوا معايا الفيديو للاخر، والله الفكره هتعجبكم قوي. زعلانه منكم الفتره دي، تفاعلكم قليل جدا على الفيديوهات، مع اني بحاول والله اعمل لكم فيديوهات كتير تفرحكم. حاولوا بقى ان انتوا تتفاعلوا معايا كده وتثبتوا لي بوجودكم باللايك الجميل. ولو مش مشتركه معايا في القناه انزلي بسرعه اشتركي في القناه، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. بس غلفتها بقى زي ما قلت لك من كل الجوانب، وبعد كده بدات زي ابطن الحته اللي هي الزوايد اللي من بره، بدات ابطنها من جوه. طبعا مش لازم اللي هو مش هبطن من جوه كويس، لان انا هلزق حاجه بحيث تبقى الحاجه اللي هحط عليها بقيه القواعد بتاعه الترمس يعني، او العرض بتاع العربيه. فانا لسه هنزين مع بعض زي ما هنشوف في الفيديو. اتمنى كل حاجه يعني تبقى واضحه، ولو عندك اي استفسار ممكن تكتبهولي في التعليقات، وبرضو تكتبولي رأيكم في العربية، ايه رأيكم فيها وحلوة ولا لا، هل عجبتكم؟ ولو عندكم اي تعديل نكتبوه لبعض برضو. بس هنقلبها وهنبدأ نحط بقية قماش الخيامية من تحت بالشكل البسيط قوي ده كده اهو. اتحط عادي، بصوا بمنتهى السهولة. يعني زي بقول لكم تغليفها مش بياخد حاجة خالص. اهم حاجة الطرف الخيامية، خلي بالك عشان بينسر، فانتي حاولي الطرف تبقي تانية مثلا عامله له، يعني مش ما تخيطيهوش حتى بمسدس الشمع، حاولي اي زي كده في الفيديو انك تتنيه جوه الطرف بحيث ما ينسرش منك. بس كده احنا عملناه. جبت ورقه عاديه، ورقه صفرا زي ورق الكراسات العادي، بس هي من الكرتون، وقمت جايه قصاها بنفس المقاس وحطيتها عليها بحيث ان هي تداري القماش اللي انا حطاه فما يبقاش باين بالشكل ده. ويا جماعه بتدي شكل جمالي، منها شكل جمالي ومنها ان هي دارت المنظر وبقى الشكل شكل العربيه فعلا. بعد كده هلزقها على القاعده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا بحط شمع حلو كده وبوسطن ايدي بحيث ان هي تثبت في النص بالظبط. تمام. بعد كده بجيب اي كرتون عندك، بقص دايرة مقاس 2، يعني مش مقاس 2 اللي هما دايرتين قصدي يعني، وباخد الدايرتين دول
الدايرتين دول اللي هما الرجول بعمل على بقص على قدهم من الكرتون، وبعد كده بلزق مش لازم من الجنبين، يعني زي ما احنا شايفين في الفيديو بالظبط كده، من الجنب ده ومن الجنب التاني اهو الدايرتين. وبعد كده بجيب، عارفين الشرايط دي بتاعت الزينة اللي هي بتاعت اللي بنحطها على البالونات بتاعت اعياد الميلاد، وهبدأ ازين العجل بتاع عربية عيد الميلاد، عربية الترمس. على فكرة لو انت هتعملي عربية فول، نفس الخطوات البدائية هي بتبقى كده، فانت ممكن تمشي معايا على نفس الخطوات. لو عايزه برضو تعملي عربيه الفول هتمشي على نفس الخطوات لغايه بقى ما نوصل للمرحله انا هبدا ازينها على عربيه ترمس. انت هتبداي بقى تجيبي اللي هو نص ازازه من فوق وتفتحيه على انه القدره بتاعه الفول، لكن دي انا عاملاها على انها عربيه ترمس. تمام. انا بقى بحط ده على اساس ان انا بزين العجله، على اساس ان هو يبان مجسم للعجله. تمام بالشكل ده كده. والدايره دي اللي هي بتبقى برضو في اعياد الميلاد، اللي دايره عاديه، اي زينه عندك. ما عندكيش عادي ممكن تكتفي بالشكل ده، ما عندكيش لده ولا ده عادي جدا، ممكن تحطي كرتون وتحطي اي حاجه، مش لازم اللي هو شكل بس جمالي يعني. بس وبعد كده قلت اغلف بقى طالما موجود عندنا في البيت، فقمت جايه مغلفه العجله من على الاطراف كمان، خدته داير ما يدور حواليها بحيث ان هي تبقى بقى ايه، عجله مجسمه فعلا يعني. اتمنى الفيديو يكون واضح، واتمنى يكون خفيف عليكم، واكون فدتكم باي حاجه. انا عملت الفيديو ده علشان اكون والله وضحت لكم، وحبيت اعمل عليه تعليق صوتي بحيث ان هو يكون سلس معاكم. برغم ان الفيديوهات الاشغال اليدويه يعني بيكون التعليق عليها شويه بحسه ممل ليكم، يعني سامحوني لو في اي ملل، بحيث ان الشغل بيبقى ممكن يكون واضح او حاجه، بس يعني تخوفت ان يكون حد عايز يعملها وفي اي حاجه مش واضحه، فقلت ان انا اعلق على كل حاجه ولو بسيطه بحيث ان هي تكون سهله عليكم. ربنا يفرح اولادكم جميعا يا رب، ويبلغكم رمضان سالمين انتوا وكل حبايبكم، اللهم امين. بعد كده بقى جبت الشريط الزينه بتاع رمضان المعروف الذهبي ده، هتجيبي منه مترين مثلا. وبعد كده بدات ازين الاطار الخارجي لعربيه الترمس، خدته داير ما يدور عادي جدا، قعدت الف حواليها بمسدس الشمع بالشكل ده كده. تمام. فاضل لنا اخر حته هنلزقها كده. وخلي بالك في النهايه الحاجات الاشغال اليدويه خلي بالك من النهايه كويس وانتي بتقصي الستان ومش الخياميه، الشريط ده برضو، بحيث ان النهايه بتاعتك لما بتقصيها لو سبتيها كده ممكن تنسر او تكر معاكي، فحاولي تلزقي النهايه كويس. انا برضو ضفت الشريط من تحت، طبعا متفضل معايا، انت لو ما عندكيش مش لازم يعني، لكن انا قلت بحيث ان انا اخدمها تبقى زي الجاهزه واحسن. ان احنا بنشوف الجاهز على فكره ما بيبقاش مخدوم نفس الخدمه اللي هتعمليها في البيت، لكن انت لما يبقى حواليكي اطفالك كده قاعدين وبتعملوا شغل رمضان بيكون فيه جو جميل. فانت لو لسه قاعدين ما جبتيش، مش لازم اسعار الزينه بتاعت رمضان غاليه قوي نازله، ممكن تعملي اي حاجه ولو بسيطه انت واطفالك، مجرد ان هو الجو انت واطفالك قاعدين بتعملوا اي حاجه ولو بسيطه بتشاركي اطفالك فيها، هتلاقي متعه وبهجه كده في البيت. يا رب ربنا يملى بيوتكم كلها بهجه ويملاها بالطاعه والموده والحب، اللهم امين يا رب. ما ننساش بعض من الدعاء يا جماعه في رمضان يا رب، كلنا ندعي لبعض بظهر الغيب، اللهم امين. ربنا يملى بيوتنا يا رب ويرفع الغلاء، ويا رب نخرج من الازمات. كل الدعاوي الحلوه بقى ندعيها لبعض ونتمنى لبعض الخير، اللهم امين يا رب. بس بدأت بقى اخد الشريط الزينة ده وازين العربية من جوه كمان، بحيث ان انا بقى لما احط الترمس او احط الحاجة انا مش هحط الترمس عليها كده، لا انا هحط زي انتم ما شفتوا في بداية الفيديو. انا حبيت اجيب لكم الشكل المجسم بتاعها في بداية الفيديو، بحيث ان انت ما تمليش معايا، تبقي عارفة ايه التكنيك اللي هعمله فيها بالظبط. هو على فكرة مش صعب جدا، وهتلاقيه سهل معاكي قوي، يعني ما تقوليش انا ماليش في الشغل ده، لا بسيط قوي وعملتهولك بتكنيك سهل جدا. هناخد حتتين كرتون، الحتتين دول هحاول اضغط عليهم بايدي زي ما انت شايفه كده، بحيث ان انا اطريه خالص، وبعد كده هضغط عليه اقعد الفه زي ما في الفيديو كده، بحيث ان انا اعمل الايد بتاعه العربيه. هعمل منه 2، وبعد ما اعمل منه الاتنين هجيب قطعه
ورق فوم جليتر وهغلفهم بيها. مفيش خطوه هعديها لك في الفيديو خالص، ولكن انا بسرع بس شويه عشان الفيديو ما يبقاش ممل عليكم. بس والله حاولت قدر المستطاع ان انا ما اطولش عليكم في الفيديو واجيب لكم ادق برضو التفاصيل. يعني الفيديو كان كتير جدا وفي نفس الوقت حاولت امنتجه قدر المستطاع. تمام كده. هنعمل برضو نفس الحاجه في الايد التانية. وهنبدأ نلزقها كويس. وعلى فكرة بتكون متينة، يعني عادي، مش اللي هي تفك بسهولة او لا، بتبقى ناشفة معاكي، فما تقلقيش منها، وبتقعد من السنة للسنة، يعني هتقعد معاكي 2-3 ما تقلقيش. بعد كده جبت قطعة ذهبي، قطعتين على شكل دايرة، ولزقتهم بالشكل ده، وقمت جايه حطاهم لانها عربيه بقى، هيبقى ليها الراجل اللي هو بيزقها. هجيب لكم كمان الراجل اللي هو اللي بيقف على عربيه ترمس واحنا بنعمل شكله وبنغير شكله وبنلبسوه، هيكون شكله عامل ازاي في اخر الفيديو باذن الله. فانت استنونا لاخر الفيديو، تابعوا معانا الفيديو الاخر. بس هنثبتوه بالشكل الجميل ده، ونبدا بقى في تزيين عربيه الترمس من الداخل. سهل جدا التزيين وسريع جدا، وهيكون شكله جميل جدا وانيق. اول حاجه هنعملها، هجيب حته زي فل كده، لو عندك فل ماشي، لكن دي هي زي فل مش عارفه اسمها ايه، ولكن فاهمين قصدي. هي بيتضغط اسفنجه، الحمد لله وصلنا لها، اسمها اسفنجه بنفس المقاس. وهنحطها ليه؟ هنحطها بحيث احنا هنحطها في الوسط تبقى رافعانا الحاجه لفوق، لانه مجسم، فتبقاش الحاجه نازله تحت، لان انا عايزه الحاجه تبقى بارزه، الشغل يبقى بارز فوق. طبعا جبت حته فل بحيث ان انا اثبت العربيه عليها شويه عشان تبان في الكاميرا بس. بعد كده دول 2 غطيان لازايز، عارفين زي ازايز البارفان اللي هي بتبقى السبراي، اي سبراي عندك ليه غطيان. جبته، وجبت حته فوم جليتر وقمت مزيناها، واحده بالاحمر وواحده بالازرق، اكنه زي ايه، عارفه اللي هو اسمه بيبقى كوبايه كده، بس الكوبايه الكبيره اللي بيحطوا فيها القرطاس او بيحطوا فيها زي الجردل كده. فانا عملتهم زي جرادل او زي كوبايات كبيره بيحط فوقيهم، وبيتحطوا بيبقوا ثابتين على طرف العربيه. بعتذر جدا عن الصوت والله. هبدأ بعد كده بقى اثبتهم زي ما قلت لكم على الطرف، لان هم اللي هيتحط فيهم القرطاس بتاع الترمس اللي هنعبي فيه الترمس. اساسيات عربيه الترمس، ده الاساس بقى في اي عربيه ترمس وانت ماشيه بيكون الكفر بتاعها. ده جبت بقى اي غطا برطمان عندك، وجبت طبعا زي ما قلت لك اللي هو الاسفنجه، بحيث ان هي تكون واخده الشكل البومبي شويه عشان اديله الشكل البومبي. بصوا بقى يا جماعه الحركه دي، انا هغلفه بالاسفنج كده عشان يديني شكل ان هو حاجه فيها اكل. تمام. وهبدأ بقى اشد من تحت. ليه ما عملتهوش بالقماش على طول؟ عشان غطا البرطمان ما يبقاش باين. طبعا لو عندك قماش، حتى لو قماش الخيامية نفسه ينفع، اي حاجة عندك ينفع تعملي بيها. انا لقيت عندي قطعة فاضلة من الاسفنج اللي حطيته بيه، فقلت طب ما انا اديله شكل بومبي شوية عشان يبان اكتر واداري الغطا. لكن انتي بمنتهى السهولة ممكن اي حاجة عندك تمشيها. ما يعني اي فيديو بتشوفيه حاولي تاخدي منه الفكرة الاساسية وتضيفي انتي اللمسة بتاعتك، مهما كان العمل اللي بيتقدم لك انتي، حتى لو مالكيش في الاعمال الفنية، بس هيكون ليكي لمسة خاصة بيكي انتي، وحاجة هتميزك عن غيرك. طبعا بغلفه كويس، لان القماشه زي ما قلت لك اصلا هي كانت حته قماش انا عملته بحاجات كانت موجوده عندي اصلا، فكانت صغيره خالص زي ما احنا شايفين. هبدا بقى اجيبه وهزينه من على الاطراف بحته ستانه صغيره، اي ستانه. تمام بالشكل ده.
ما عندكيش الستانه برضو تشيليها. يعني انا حتى بعد ما حطيت الستانه قلت ممكن ما كنتش حطيت الستانه اصلا، يعني مش باينه وملهاش لازمه، بس انا قلت احط الستانه بحيث ان هي تشدلي الكفر اللي انا حطيته، اللي هو اللي غطيت بيه الحاجه اللي جوه. فاهميني؟ بكلمكم اكنكم قاعدين معايا فاهميني، فانتوا قولوا لي فاهمينك في الكومنتات، يعني حسوني ان انتوا معايا. تمام، هبدأ بقى اثبته في المكان بتاعه. والله يا جماعه بحاول ان انا اعمل لكم اي حاجه تفرحكم، واي حاجه ان احنا نقرب بيها من بعض اكتر. فاتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى تتفاعلوا عليه وتكتبوا لايكات كتير وتعملوا لايكات كتير وتكتبوا لي تعليقات كتيره. تمام. بعد كده جبته زي ما انتم شايفين معلقه بلاستيك عاديه، هبدا اقصها على انها طبق. تمام. لاني طبعا يعني مش هبوظ لعبه اطفال بصراحه واخد منها طبقين اعملها، فيبقى كده عملت شغل بتبويظ شغل تاني. لا، جبت معلقتين وقمت جايه قصيتها على شكل طبق زي ما احنا شايفين كده، وقمت جايه مغلفاها زي ما احنا اهو، من معلقه بقوا معلقتين، وغلفتهم بقماش عادي جدا، اي قماشه عندك. على فكره القماش ده عامل زي ورق الكروشيه اصلا، فانا غلفت بيه. تمام بالشكل الجميل ده. طبعا انا عملت تشكيلة الوان ما بين الازرق والروز زي ما احنا شايفين في الفيديو، بحيث ان هو يديني الشكل الرمضاني كده، يعني بيبقى فيه اختلاف. تمام كده بقى الطبقين، ودول بنستخدمهم لان عربيه الترمس طبعا مش بيبقى عليها الترمس بس. احنا لو وقفنا نشتري ترمس مش هنشتري ترمس بس من عند الراجل، ده بيحط لنا معاها تسالي كتير، يحط لنا الفول وبيحط لنا الحلبه وبيحط لنا الليمون، فبيظبطنا عمه. فاحنا لازم نظبط العربيه ونخليها جميله وشيك. دي مكعبات مكسوره يا جماعه كانت عندي، فقلت اخد المكعبات دي واستفاد منها، لان بيبقى فيه عربيه كوبايه الشطه، برطمان الشطه وبرطمان الملح بيبقوا صغننين. فقلت اخد المكعبات دي واخد واحده اصفر وواحده اورنج، واحطه في واحده ملح وفي واحده شطه، وعملت لهم الكفر بتاعهم، الغطا بتاعهم من الفوم الجليتر عادي، فوم اهو. عملت غطا اورنج وغطا اسود. تمام. ولزقته عادي بالمسدس الشمع، والجيش قال اتصرف عادي. يعني بنعمل اي حاجه ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله الشكل يطلع في الاخر زي ما انتم شايفين تحفه جدا، والاطفال فرحوا بيها قوي يعني. بعد كده بقى هنحط عليها طبعا كل كفر حسيت انها مش باينه، فحطيت فوقيها زي ان هو طبعا غطا، حبيت ازين الغطا من فوق باي نقطه او اي حاجه من فوق، بحيث ان هي يبقى باين ان ده برطمان الشطه او برطمان الملح، فاقدر ان انا اميزهم يعني. وبعد كده لزقتهم، بيبقوا قدام عمو طبعا بيزين لنا بيهم، بيحط لنا بيهم فوق الترمس بعد ما يحطوا لنا، فحطيتهم قريبين منه بالشكل ده. بعد كده بقى دي ورقه الومنيوم فويل عاديه، خدت منها حته مربعه صغيره وقعدت اتني فيها بحيث ان انا اعملها زي طبق صغير. هنشوف الفيديو حتى لقيتها كبيره فقصيتها مربع صغير، وهبدا اتنيها لغايه ما تعمل لي طبق مربع صغير. بصوا يا جماعه زي ما قلت لكم، والله اي حاجه قدامك حاولي تستخدميها. ممكن بالالومنيوم فويل تعملي كل الحاجات دي، مش لازم. ممكن بالمعالق، فانتي مش لازم تكلفي نفسك وتجيبي اي حاجه، حاولي تستغلي اي حاجه موجوده عندك. اهم حاجه تفرحي اطفالك باي حاجه. تمام كده خلصنا. جبنا بقى، عارفين دي اللي بيبقى فيها عينات البارفان، جبتها على اساس ان هي تبقى القله اللي محطوطه على العربيه. وجبت ازازه المانيكير ولونتها بالوان كده، حاولت ان يبقى فيه الوان مبهجه. بصراحه ما كانش عندي غير اللون ده اللي هو لقيته ميال على الوان رمضانيه شويه، اللي هي الالوان المبهجه، فعملته. حتى حاولت ان انا احط عليه نقشات ازرق،
فلقيت عندي شمع بلاستيك ازرق، فحطيته جوه المسدس وبدات ازين بيه زي ما هنشوف كده. تمام بالشكل ده. اتمنى الفكره تكون واضحه. قلة دي ولا مش قلة؟ مش هنشرب منها، عطتنا الشكل في الاخر، فاتمنى ان هي تكون وضحت وتفرحنا وخلاص، يعني قضت بالغرض. طبعا هنعمل بقى منها 3. فعملت المفروض واحدة كانت غامقة شوية بحيث ان هي اهي زي ما شفنا بنفس التكنيك ونفس الفكرة التانية. تمام. ودي التالتة هنلزقها قدامها. هنيجي بقى لفقرة ان احنا نبدأ نحط الحاجة. طبعا لو حطينا الترمس هنحط كمية ترمس كتير، فانا جبت حتة فل بحيث ان هو اعمل له شكل بومبيه، وبدأت احط على الطبق بحيث ان هي يديني زي الشكل اللي هوريهولك. انا هقرب الكاميرا دلوقتي عليها عشان تشوفوها. تمام بالشكل ده. بصوا يا جماعه اهو الشكل كده، بحيث ان انا لما ارص الترمس عليها يبقى عاطيني اكني حاطه كميه ترمس كتيره، مش اللي انا احتجت ان انا احط كميه ترمس، لا انا مجرد ما رصيته هو عطاني الشكل الجمالي، وفي نفس الوقت ما خدتش نعمه ربنا استخدمتها مثلا في اللي هو تحفه فنيه محطوطه، وفي نفس الوقت حاجه ممكن تسوس او حاجه. بعد كده هاخد الترمس بتاعي وهبدا بقى ارصه على عربيه الترمس بالشكل الجميل ده. طبعا البومبي هيساعدني جدا بمنتهى السهوله ان انا ارصه جنب بعض. فاي حاجه عندك، حتى لو ما عندكيش عندك غطا ازازه مكان حته الفله دي، ممكن تحطي غطا ازازه تحطيه وتحطي عليه قماشه او اي حاجه. تمام. هبدا ارصه بالشكل ده. بصوا الجمال، شكله جميل قوي، مبهج قوي 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 والله. مهما اوصفلك في البيت غير الكاميرا نهائي، والاطفال وفرحتهم بجد. يعني نصيحتي ليكي اعمليها، سيبك بقى من الفيديو، سيبك من اليوتيوب، سيبك من الحاجات دي، والله فرحة طفلك تكفي ان انتي تقومي وتعملي اي حاجة علشانه. بعد كده جبت، عارفه سلكت الودان، خدت حته قطنه، لو ما عندكيش اي قطنه عاديه قصقصيها حتت صغيره بحيث ان هي تديكي، عارفه الحلبه بيبقى فيها الحتت البيضه اللي من تحت دي، فانا حطيت شمع وقمت جايه حاطه فوقيه الحتت البيضه دي اللي هي حتت القطن، وجبت الحلبه وحطيتها عليه. تمام. بعد كده حتى هتلاقوني ان انا بزود الحلبه بعد كده، لاني هحس ان الحلبه مش ملزوقه كويس. يعني لو حسيتي ان الحلبه بتاعتك مش واصله للشمع اللي تحت، حاولي تزودي الشمع وتحطي حلبه تاني، لان الزياده هينزل منك، الزياده من الحلبه هينزل، فانت تحطيه. طبعا بصراحه الوقت ده ما كانش عندي فول صغير، بس طبعا قلت اتصرف، كان عندي اللي هو عرق سوس، فكسرته حتت صغيره خالص وقمت جايه حطوه على انه الفول في الطبق التاني بحيث ان هو يدي شكل الفول، وكان شكله برضو جميل جدا اللهم بارك، بحيث ان انا ابقى خلصت العربيه كامله وبقت بالشكل الجميل قوي ده. والله اللهم بارك شكلها تحفه ومميز جدا. انا عايزه اقول لكم للامانه الفيديو ده انا عاملاه من السنه اللي فاتت ومستنيه اللي انا اعرضه، ولكن لظروف خاصه يعني يعني ربنا يشفي ابي ويبارك لي في عمره اللهم امين، كان ظرف تعب ابي، فعشان كده ما عرفتش انشر الفيديو. ربنا يبارك لي في عمره يا رب، ودعواتكم لي دايما بالشفاء يا رب. فقلت انشره لكم المره دي العربيه زي ما هي من السنه اللي فاتت، وبنفس الحاجه، نفس الجمال، نفس التكنيك، كل حاجه زي ما هي، مفيش اي حاجه. طبعا الطبق اللي في النص الالومنيوم اللي احنا عملناه من الالومنيوم هنعمل فيه ايه؟ هنحط فيه الليمون. طب هنجيب الليمون منين؟ عارفين بذور السفندي، البذر اللي جوه السفندي، انا قلت شبيه لليمون، فخدته وبدات الزقه على انه هو الليمون، وبدات الزقه من جوه، فاعطاني شكل الليمون وكان شكله تحفه جدا ومميز. تمام بالشكل ده. وهيبقى فاضل لنا اخر خطوه في عربيه الترمس اللي هي القرطاس. هنعمل ايه؟ هنجيب مربع صغير، ورقه صغيره، وهنبرمها بالشكل ده بحيث ان هي تديني شكل القرطاس. هنعمل طبعا كذا واحد منها وهنحطهم في العربيه بالشكل ده كده.
ايه رأيكم في الشكل؟ اللهم بارك، شكلها جميل قوي والله العظيم، شكلها مبهجة. يعني انا هسيب حكمكم انتوا، اكتبوا لي لو انتوا طبعا من الابطال واستنيتوني وصبرتوا معايا لغاية دلوقتي، اكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا وصلتوا معايا لغاية دلوقتي، واكتبوا لي رأيكم في عربية ترمس ايه في الكومنتات. وطبعا لو عملتيها ما تنسيش تكتبي لي في الكومنتات، وتتابعيني على صفحة الفيس، وتبعتي لي الصور التطبيقات بتاعتكم، وان شاء الله انزلها في فيديو خاص بيها. تمام. بعد كده بقى الراجل اللي بيقف على عربية ترمس، جبنا راس عروسة، وقمت جاية قصة كل الشعر اللي فيه زي ما هنشوف في الفيديو. طبعا مش هتكلم كتير في الجزء ده، بحيث ان انتوا تبقوا متابعين. هو ما فيهوش اي حاجة، زي ما انتوا شايفين الفيديو خلاص ما فاضلش فيه اي حاجة. خلاص هنقص كل الشعر ونبدأ نغلفها. هنجيب حتة قماش خيامية وحتة سفنجة، بحيث ان احنا نعمل اكنه بقى عنده شعر من جوه، عشان ما يبقاش باينة، يعني ما يبقاش الشكل مش حلو. لو ما عندكيش طبعا الاسفنجة، اي قماشة خيامية هتحطيها عادي بشكل دائري بالشكل ده، وهتلزقيها على الراس من ورا. تمام. اتمنى الفكرة تكون وضحت. بعد كده طبعا هنعمل له العدبة اللي بيلبسها من قدام، المشهورة بيها الناس الكبار اللي بيبقوا واقفين ما شاء الله، بيبقى ليهم بهجة كده في رمضان، بيحطوا عدبة بيضة من قدام. هنبدأ نحطها له، هنتنيها، تاخدي اي قماشة عندك وتتنيها، تعمليها زي رول كده، وهنبدأ نثبتها من قدام بالشكل ده. طبعا تثبتيها كويس، لان الراس طبعا داير ما يدور، فما تبقاش ان انتي بتحطيها وتتحرك من مكانها فتتشال. ما عندكيش عروسة او مش عايزة تعمليها، ممكن تعملي العربية بس، ولكن ممكن لو انتي عندك عروسة تعمليها كده، بحيث لو انتي عايزة تعملي المسحراتي، ممكن دي بطريقة سهلة جدا انك تعملي ده، ومجرد الطبلة او اي حاجة مدورة عندك، ان شاء الله لو عندك غطا بتاع ده، غطا ازازة برفان، وتمسكاله في ايديه، ويبقى كده مسحراتي والدنيا زي الفل، وفرحنا اولادنا بكل حاجة. يعني بصي، اتصرفي واعملي ما بدالك، انتي في بيتك فعيشي براحتك جدا. تمام. بس كده بقى هتبداي تظبطيها من الجناب. وبعد كده بصوا يا جماعه، زي ما قلت وريتكم في الفيديو، حاولت بالاسيتون ان انا اشيل ملامحها، حاولت بكل حاجه بصراحه ما نفعش. فجبت عارفه القلم الدوكو، او اي قلم يكون جامد عندك، يعني خطه جامد قوي، وقمت جايه رسمت الملامح بحيث ان انا اتخن الحواجب، واقوم جايه مغمقه طبعا العين، واعمل الشنب. فانت لو عندك قلم اسود جامد، ممكن خط كده وخط كده على الحاجب يكون جامد زي ما احنا في الفيديو. والعين برضو تقومي جايه، لو العين زرقاء تقومي جايه حاطه اسود عليها، وتعملي شنب بسيط جدا. وانا بصراحه كان عندي حته ذهبي كده، وزي ما قلت لك طبعا طالما موجوده في البيت عادي، مش موجوده في البيت فمش هجيبها. كان عندي حته فضي كده بسيطه، شريط فضي، فقمت جايه حطاهوله فوق العدبه بالشكل ده، وثبته كويس، وشلت الزيادة بحيث يكون شكله مرتب وجميل جدا. فبقى شكله جميل اللهم بارك. طبعا بصراحة عملت لكم اللبس بتاعه وبقية اللبس، ولكن للأسف زي ما قلت لكم الفيديو كان من السنة اللي فاتت، فالفيديو بقيته اتمسح. فانت ممكن بقماش الخيامية تعملي عباية للعروسة اللي عندك وتلبسيها لها، وتلزقيها ما بين ايدين العربية، هتديكي شكل جمالي جدا. بس كده، اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، اتمنى يكون لو فدتكم بأي حاجة ولو بسيطة. ما تنسيش يا جميلة تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الجديد، وما تنسيش اللايك، وما تنسيش التعليق الجميل زيك. مع السلامة.